الله يسعدك يا رب إن شاء الله. أحيانا في بعض الأمور بالحياة مو بلازم تصير زي ما نبغى، الأطيب لها والأجمل إنه نفقلب الصفحة ونكمل مسيرة بالحال. هو المشكلة مو بعندك أنت بلحالك عشان نقول تعالي اجلسي وخلنا لنا، يعني لازم تعطيه فرصة أو كيف تتعاملين، ولكن هو ما ذاك قلتي، هو مدمن عشبة، مدمن قات ومعدد وحالته حال، ولا يدري شيء ولا يصرف عليك. ما كان يصرف عليك يوم كانت من طيب خاطر، الآن يوم جلست استقطاع غصب عليك الآن بتعطيني من طيب خاطر؟ ما هو جاي هذا الكلام. بعدين شلون أنت رفعتي لي قضية وأنت ما زلتي على ذمته؟ صح؟ يعني وصلت لمرحلة بالعلاقة ما هي طبيعية، ما هي صحية. أنا أشوفه ما أدري، بس إنه يحتاج لك شغل. إذا أنت مرة وهو متقبل فكرة إنكم تعدلون مع بعض، شوفي لك أحد مختص يقعدوا معه جلسات، كم جلسة، بعدين على أساسه. لا تتوقعين هذه المشاكل كلها بتنتهي بسنة ولا سنتين. فهمت شيء؟ بس تحتاج إنك تجلسين مع أحد مختص ويجلس معه ويسوي خطة علاجية له، تعديل سلوكيات، ونشوف شخصيته يعني. فهذا مو بصحي. إذا أنت بتفتحين صفحة مو بس كلام، لا تتنازلين عن الاستقطاع نهائي لين تحلون كل مشاكلكم وتضبطون. هذا آخر شيء. طيب